وانا بدخل الشاي للمدرس بتاع بنتي، لقيته منيمها على الارض هي وصاحبتها، وبيعمل حاجة في رجليهم، حاجة ما كانتش محترمة. وهم علشان صغيرين ومش فاهمين حاجة، اكتشفت انهم بيعمل فيهم حاجة بشعة جدا. كنت دايما على قد ما اقدر كنت بحاول ان انا اصاحب بنتي، وكنت بحاول اخليها تحكيلي كل حاجة، لاني كنت دايما بشوف ان للأسف السن ده بيكون في سن خطر جدا، وبيحتاج ان هو يبقى فيه رقابة عليه، وخصوصا ان بنتي عمرها 15 سنة، يعني لسه صغيرة ومش فاهمة اي حاجة، وإنها ممكن تتلم على شلة سيئة وياخدوها لطريق وحش جدا للأسف. كنت بحاول على قد ما أقدر إن أنا أعمل ده، وكنت دايما أحاول أراقبها على قد ما أقدر. وفي مرة دخلت عليها ولقيتها عمالة تتكلم في الموبايل وتضحك. بصراحة شكيت وقلت لها هو انتي بتكلمي مين؟ لقيتها خافت جدا واتوترت وراحت قفلت الموبايل على طول. هو انتي قفلتي الموبايل بسرعة كده ليه؟ قوليلي هو انتي كنتي بتكلمي مين؟ انا كنت ما كنتش بكلم حد يا ماما. كنتي بتكلمي مين؟ يلا قوليلي، مش احنا متعودين ان احنا المفروض صحاب وانك انتي بتحكيلي كل حاجة؟ قوليلي بقى انتي كنتي بتكلمي مين؟ كنت بكلم ما فيش يا ماما، والله ما بكلمش حد. يعني مش هتقوليلي كنت بتكلمي مين؟ ما بكلمش، مش بكلم حد يا ماما. طيب ماشي. سكت وانا طبعا حاسه ان في حاجه غلط، وخصوصا اني انا ببقى عارفه بنتي وقت ما بتكذب، ولما بتكذب بيبان عليها جدا انها بتكذب في الوقت ده. فضلت ابصلها كده وبصراحه وانا مش عارفه انا المفروض اعمل ايه. المهم عديت الموقف ده وبدأت افتح عيني عليها اكتر واكتر، لحد ما لقيتها انها عمالة تضحك وتهزر بصوت عالي جدا في الموبايل، واني لا، في حاجة غلط. رحت ساعتها قربت منها وخدت الموبايل على غفلة، وقمت مسكت الموبايل وحطيته على ودني، وساعتها سمعت ان صوت ولد بيتكلم. لما سمعت كده قفلت السكة واتصدمت، وقلت لها هي دي الثقة اللي انا مديهالك؟ هي دي الامان اللي انا بديهولك ودايما بقولك ان احنا صحاب قبل ما تكون انتي بنتي، وان انا امك، انا صاحبتك؟ لا يا ماما والله عليكي ما تفهميش غلط، بالله عليكي انا مش بعمل حاجة غلط والله يا ماما. ما تعرفيش ان انتي لما تكلمي ولد ده غلط وما ينفعش ان انتي تعملي كده؟ حاضر يا ماما، حقك عليا، انا اسفة، انا مش هعمل كده تاني. يا حبيبتي مش بقولك كده علشان خاطر ان انا اخوفك، انا بقولك كده علشان انصحك. والولد ده لو كان بيحبك او حتى هو بيحافظ عليكي ما كانش كلمك وخلاكي تكلميه من ورا اهلك، لان كده هو بيستغلك. وساعتها لما يستغلك اعرفي ان الشخص ده عمره حتى ما يحبك او حتى يبقى عايزك. وغير كل ده انت لسه صغيرة جدا على التفكير ده كله، انت لسه صغيرة، يعني المفروض تبصي لمستقبلك وحياتك، وانك انت تبقي حاجة حلوة، وتفكري في شهادتك ودراستك وبس، وتشيلي اي تفكير من ده خالص من دماغك، لانه للأسف هيعود عليكي بحاجات وحشة وهيخليكي ما تركزيش في مذاكرتك. شفتها ان هي متقبلة كلامي وبدأت تقتنع، وساعتها مرضتش ان انا اعاقبها او اني انا اعمل زي باقي الامهات لما ممكن يعملوا كده، وقلت لا، هي اكيد دي فرصتي اني احاول اصاحبها اكتر. المهم فضلنا كده عادي لحد ما هي بدأت تشتكي من مادة معينة هي مش فاهمة فيها اي حاجة، وانها مادة تقيلة، وخصوصا انها مش فاهماها لما بيكون في تجمعات كتير او في الدروس مثلا اللي فيها تجمعات برضه. ساعتها قررت ان انا اديها درس خصوصي، وفعلا كلمت مدرس، وكان المدرس ده كان
لسه يعني يعتبر كده في أول التلاتينات، وكان باين عليه إن هو محترم، وده اللي أنا كنت شايفاه فيه. وناس كتير كانت مشكرالي فيه وقالولي إن هو محترم وإن هو كويس وشرحه كمان كويس جدا. فعلا كلمته وساعتها قلتله ان انت تيجي تدي بنتي درس خصوصي عندي في البيت وكده، وساعتها وافق فعلا وقال ان هو هيجي فعلا يديها درس خصوصي في البيت عندنا. وفعلا جه وبدأ يديها درس خصوصي. في الأول كنت بقعد معاهم في الأوضة أثناء ما هو بيديها الدرس. لما لقيته إنسان كويس قلت ايه، كده كده هو شخص كويس وباين عليه ان هو ابن ناس، خلاص انا هسيبه ايه يشرح لها براحتها والكلام ده كله. وفعلا بطلت ان انا اقعد معاهم في الأوضة وبقيت اسيبهم مع بعض، وبقيت سايباه ان هو بيديها الدرس والكلام ده كله. لحد ما في يوم قالت لي انا صاحبتي هي كمان مش فاهمة المادة دي وعايزة تاخد درس، ايه رأيك يا ماما خليها تيجي تاخد معايا كده؟ قلت استأذنك الأول قبل ما أعرض على المستر بتاعي، فانتي ايه رأيك؟ عادي يا حبيبتي مفيش مشكلة، خليها تيجي تاخد معاكي هنا وعلى الأقل انتوا الاتنين تكونوا مع بعض وكده. قالت لي طيب تمام ماشي يا ماما. وفعلا عملت كده وجابت البنت دي وبدأت ان هي تاخد درس معاها. وطبعا اطمنت ان بقوا هما بنتين مع بعض دلوقتي وهو بيديهم الدرس والكلام ده كله، وكل حاجة كانت ماشية تمام. وبصراحة ما كنتش شاكة في اي حاجة، بس بعد كده بدأت الاحظ ان في حاجات غريبة بتحصل، وفي نفس الوقت شاكة بحاجات اغرب، وانا مش عارفة الحاجات دي ممكن تكون صح ولا غلط. بقيت دايما الاقي بنتي سرحانة وعمالة تفكر. ومش بس كده، انا بقيت لاقية ان هي كمان بقت مش حابة الوقت اللي بيجي فيه الأستاذ ده علشان يديها الدرس بتاعها. وساعتها سألتها وقلت لها انتي ليه ما بقيتيش تحبي ان هو يجي يديك الدرس وكده؟ انتي كنت بتفهم منه وكل حاجة كانت تمام، ايه اللي غير ده كله؟ ساعتها قالت لي لا يا ماما مفيش، عادي انا بس حاسة ان انا تعبانة. لا قوليلي بس في ايه، ما تكدبيش عليا وقوليلي ايه اللي فيه واحكيلي وانا هسمعك. لا يا ماما والله مفيش حاجة زي ما بقولك كده. طيب لو حابة تحكيلي اي حاجة في اي وقت تعالي احكيلي وقوليلي على طول، وخليكي واثقة ان انا هكون دايما في ظهرك. المهم سكتنا على كده، وفعلا بدأ ان هو يجي علشان يديها الدرس تاني، وبدأت ان هي عادي بتاخد والدنيا تمام وصاحبتها كانت معاها وكل حاجة كانت تمام. وفي مرة هو كان موجود عندنا وانا قلت هروح احضر لهم الشاي وكده، وفعلا عملت الشاي وقربت من الأوضة علشان أدخل. ساعتها فتحت حتة من الباب ولسه كنت بفتح ساعتها اتصدمت من اللي أنا شفته. لقيت بنتي نايمة على الأرض وصاحبتها نايمة جنبها، والاتنين كده اللي هما مش فاهمين أي حاجة، وهو عمال يعمل حاجات غريبة. وساعتها لقيته بيحاول ان هو يعمل الحاجات اكيد اللي انتوا فاهمينها، وان هو بيقرب منهم بشكل ما ينفعش، وان الطريقة اللي هو قريب قوي بيها دي اكيد انا فهمتها، ولمسة ايده اللي كانت اكيد واضحة ليا ان هو بيحاول كده. المهم انا لما شفت كده اتصدمت صدمة عمري، وساعتها قلت له ايه ده، هو انت بتعمل ايه؟ ساعتها ده انا كنت بشرح لهم في الدرس حاجة عملي ايه وزفت ايه على دماغك؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت فاكرني هبلة ولا ايه؟ وفاكرني انا مش فاهمة اللي انت بتعمله؟ لا انتي فاهمة غلط،
انا بجد ما عملتش حاجة والكلام ده كله، انا اهو زي ما انت شايفة. زي ما انت شايفة ايه وكلام ايه؟ ايه اللي انا شايفاه بعيني ده؟ حرام عليك، دول بنتين صغيرين مش فاهمين حاجة، وانت بتستغلهم بالطريقة المقرفة اللي شبهك دي وبتعمل كده. انا مش هسكت لك، انا وهقدم فيك شكوى وهعمل، لان اللي انت بتعمله ده ما ينفعش. المفروض ان انت بتطلع من تحت ايدك اجيال، وانك انت المفروض قدوة للاجيال اللي بتطلعها من تحت ايدك. يبقى ازاي هتطلع من تحت ايدك اجيال وانت اصلا بالمنظر ده؟ وطبعا انا فعلا مسكتش، ورحت عملت فيه شكوى في المدرسة. وطبعا انا قلت ما ينفعش اسكت، لان اللي زي ده اكيد هيأذي اي بنت تانية، وخصوصا ان هو بيدي سن، بجد السن ده فعلا خطر، والسن بيبقى ده محتاج رقابة جامدة جدا، وان ممكن بنت تبقى ساذجة جدا لدرجة يستغلها بطريقة يضيعها فيها. وساعتها انا فعلا مسكتش وعملت فيه الشكوى دي، ورجعت على البيت ولقيت بنتي خايفة. ساعتها خدتها وقلت لها انتي ليه ما جيتيش قلتيلي حاجة زي دي، وان هو بيحط ايده عليكي؟ انا ما كنتش فاهمة يا ماما ان هو بيعمل حاجة غلط، والله انا كنت ما اعرفش. هو كان بيقول ان هو بيشرح لنا الدرس وان هو بيعمل كده بس مش اكتر. لا، انا قلتلك اكتر من مرة، لما حد يحط ايده عليكي ولو راجل او حتى ست، انك انتي لا ما تسكتيش وتمنعيه من ان هو يحط ايده عليكي، لانه غلط، وانك انتي المفروض تحافظي على نفسك، وان مفيش حد يحاول يلمسك او حتى يقربلك. قلتلك ده ولا ما قلتوش؟ ايوه يا ماما قلتيلي والله، بس انا اسفة، حقك عليا، خلاص ما تزعليش، انا مش هعمل اي حاجة من دي تاني. انا عارفة ان انتي ما كنتيش فاهمة، وعارفة ان انتي لسه صغيرة، وان هو استغل ده، وان العيب كان عليه هو، بس انا بفهمك لبعدين، لان للأسف الدنيا دلوقتي ما بقاش ليها امان، وانتي ما ينفعش تسكتي، ولازم دايما لو حد حاول يعملك اي حاجة من دي تيجي تحكيلي على طول، علشان خاطر انا اللي هتمنالك الخير، وانا اللي هقولك تعملي ايه، وهقولك ايه الصح وهقولك ايه الغلط، وعمري ابدا ما هضرك. اوعديني ان انتي من هنا ورايح تحاولي تحكيلي كل حاجة من غير ما تخافي او حتى تقلقي. فعلا بقت تحكيلي من يوميها كل حاجة، قدرت ان انا اصاحبها من اول ما هي بدأت تحكيلي على حاجات، وبقيت اعدي علشان خاطر مخليهاش تخاف مني، وخليها تحكيلي اكتر واكتر. وفعلا خليتها تحكيلي كل حاجة اكتر واكتر، وبقت فعلا انا يعتبر يعني اللي هو صندوق اسرارها، وما بقتش تحكي لاصحابها، وبقت تيجي تحكيلي انا، وما بقتش مخليها تخاف مني، لا انا بقيت اخليها احسسها اني انا صاحبتها، وان هي اي حاجة تعملها تيجي تحكيها لي، واكيد انا هسمعها وهنصحها، وهقول لها ايه الصح وهقول لها ايه الغلط، واني انا مش هضرها. وهي فعلا عملت ده، وده طبعا فرحني جدا ان انا قدرت اخد الخطوة دي مع بنتي، واني انا اخليها تصاحبني، واني اخليها تثق فيا، وان هي تيجي تحكي لي اي حاجة مهما كانت الحاجة دي ايه. واللي حابة اقوله لكم ان انتوا صاحبوا اولادكم، لانهم في السن ده بيكونوا محتاجين لكم انتوا، بيبقوا مش محتاجين لصحابهم، لان صحابهم اكيد هيضروهم، لانهم بيكونوا في سن المراهقة. صاحبوا عيالكم جدا وحاجوا عليهم، لان هما بيكونوا محتاجين ليكم. ودي القصة واللي هي كانت حابة توصلها لنا صاحبة القصة دي، وكانت حابة تقول لنا فعلا ان احنا لازم نحاجة على اولادنا، لازم ان احنا نفتح عينينا عليهم من غير ما نخنقهم، لازم نخليهم يحسوا ان احنا صحابهم، وان احنا عمرنا ما نأذيهم، بالعكس لما يجي يحكولنا حاجة هنسمعهم، هنسمعهم من غير قسوة، هنسمعهم من غير ضرب،
هنسمعهم وهنديهم فرصة يتكلموا ويعبروا عن نفسهم، هنسمعهم من غير ما نأذيهم، مش أول ما يجي يتكلموا معانا ويحكولنا على اللي يحصل نقوم ضربينهم وقايلين لهم لا ده غلط ونقوم عاملينهم بطريقة عنف، وساعتها هم يخافوا للأسف يتكلموا معانا، وساعتها كده انتوا بتضيعوا عيالكم من انهم ييجوا يحكيلكم حاجة. فهنا انا عجبني جدا مواقفها، وان هي بتحاول على قد ما تقدر تقرب من بنتها وتخليها تحكي لها كل حاجة، وان عندها روح، وان هي عندها ان هي تقدر تخلي اللي قدامها يتكلم، وده عجبني جدا فيها. واللي حابة اقوله لكم انتوا كمان قربوا جدا من اولادكم، اذا كانوا بنات ولا ولاد، ما تقولوش ده ولد هيحصل له ايه. للأسف حتى الولاد دلوقتي بقوا يتأذوا، ودينا شايفين دلوقتي الولاد بقوا يتعامل فيهم ايه. ما بقاش في حاجة اسمها ولد او بنت، في حاجة ان احنا لازم نحاجي على عيالنا اذا كان ولد او بنت. يعني الولد ما عندوش مشاعر والبنت ليها مشاعر؟ لا، الاتنين عندهم مشاعر، والاتنين ممكن يتأذوا، والاتنين ممكن حد يستغلهم ويعملوا فيهم حاجات بشعة جدا. الولد ممكن يخسر حياته والبنت ممكن تخسر حياتها. ما بقاش في حاجة اسمها دي بنت ودي ولد، انا هخاف على البنت وما خافش على الولد. الفكرة دي اكبر غلط، لانكم بتضيعوا عيالكم. لكن لما تصاحبوا الاتنين بنت وولد، حاجوا عليهم، اتكلموا معاهم، حاولوا اعرفوا ايه اللي بيحصل معاهم في مدرستهم، حاولوا اعرفوا ايه اللي بيحصل معاهم في شغلهم لو البنت او الولد دول شغالين، حاولوا اعرفوا ايه صحابهم بيعملوا ايه معاهم، من غير ما تخلوهم يحسوا ان انتوا كده بتتدخلوا او في حياتهم او تتحكموا فيها. لا، خليهم يحسوا ان انتوا فعلا اصدقاء ليهم قبل ما تكونوا اهلهم. حببوهم في الكلام معاكم حتى لو هم عملوا غلط وانتي شايفة انه غلط كبير، بس ردة فعلك في اول مرة لو كانت قوية اعرفي ان هما استحالة يجوا يحكولك حاجة. لكن لو خدتيهم كده بشويش وبالعقل وانك انتي تتكلمي معاهم، لا يا حبيبي انت غلطت، لا يا حبيبتي كنت كده غلط، عارفة لو انتي كنت عملتي كذا، لو كنت عملت كذا، تتكلموا معاهم بالراحة وتعاقبوهم بعقلكم مش بإيديكم ولا حتى بلسانكم. عاقبوهم بتفكيركم وعقلكم اللي صح، مش التفكير السطحي للأسف اللي ناس كتير ماشية بيه، واللي هو ضرب، شتايم، إهانة بس. ده عمره ما بيجيب حل ولا عمره كان نتيجة. واللي عايزة أقوله برضه في نقطة المدرسين بتاع الدروس الخصوصية، انا شايفة ان دلوقتي في الغالب بيسيبوا البنت والمدرس لوحدهم في الأوضة على اساس ان هو بيديها الحصة. طب احنا هنا مش عارفين نوايا المدرس ده ايه، ومش عارفين هو ممكن يعمل فيها ايه. ما نصحش ابدا ان البنت والمدرس يكونوا في مكان فيهم لوحدهم، لان مفيش اتنين اجتمعوا مع بعض الا وكان ثالثهم الشيطان. فانتي اي ام في الدنيا لما يجيلك مدرس خصوصي في البيت وهيدي بنتك بس، حاولي ان هو يكون مثلا في الصالون، ما يكونش في اوضة نوم، لا، في الصالون، في اي مكان كده انتي تبقي رايحة جاية كده من غير ما برضو ايه تبينيه لا ان هما في السكة، لا، اللي هو انتي رايحة جاية وعينك عليهم. واللي هو حاولي دايما برضو لو في الصالون صعب ومثلا هيبقى في اوضة، ساعتها تخلي مثلا اختها، اخوها قاعد معاها، تفضلوا قاعدين معاهم في الحصة من غير ما تحسسوهم ان انتوا بتزعجوهم، بس في نفس الوقت عينيكم تبقى مفتحة. صدقوني الدنيا ما بقاش ليها امان، الدنيا بقت فيها وحوش، وحوش بمعنى الكلمة. وللأسف بقت أغلب الضربات اللي بتجيلنا في حياتنا بقت من أقرب ناس لينا. بلاش الثقة الزايدة، وحافظوا على أولادكم، وحاولوا ان انتوا اعرفوا منهم كل حاجة وصاحبوهم، وساعتها هتشوفوا ان هم هيجي يحكيلكم كل حاجة من غير خوف او حتى تردد. حافظوا على عيالكم، دي نعمة ربنا انعم عليكم بيها. ودي كانت وجهة نظري، ولو حد عنده اي وجهة نظر تانية يسيبها في الكومنتات، ولو حد عنده اي مشكلة
يبعتها على رسائل الصفحة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.